بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة يا شباب هحل معاكم الامتحان اللي احنا عاملينه على أول درسين. الناس اللي جابت مجموع مش كويس تركز معانا في الامتحان عشان إن شاء الله الامتحان الجاي تجيب مجموع كويس، والناس اللي جابت مجموع وقفلت في الامتحان تشد حيلها وتكمل على كده. إن شاء الله يا شباب عاوزين الناس كلها تقفل. هنحل معاكم دلوقتي الامتحان، واللي مش فاهم حاجة هنقول كل حاجة، واللي مش فاهم برضه يبعتلي. بيقول لي سيارة سرعتها 50 متر كل ثانية، تكون سرعتها نقط سرعة سيارة مقدارها 90 كيلومتر كل ساعة. أنا قلت يا شباب وأنا بقارن بين وحدتين لازم يكون الوحدتين ليهم نفس وحدة القياس أو الوحدات تكون متشابهة. طب هنا يا مستر 50 متر كل ثانية وهنا 90 كيلومتر كل ساعة، لازم أنا يا شباب أحول واحدة منهم للتاني. فأنا يا مستر أنا هحول الكبيرة اللي هي 90 كيلومتر كل ساعة هحولها لمتر كل ثانية. طب يا مستر انت قلت لي لما بحول من وحده كبيره لوحده صغيره انا بضرب، انت قلت لي يا مستر ان الكبير مفترق، الكبير بيضرب الصغير. طب انا هقول لك يا مستر انا هحول اقول له 90 في 5 على 18، يبقى 90 يا مستر في 5 على 18 قال لي هتطلع ب25. هتطلع بكام يا شباب؟ يعني دي هتطلع ب25 متر كل ثانيه. طب يا مستر الأولانية سرعة السيارة الأولانية 50 والتانية 25، يبقى ضعف ولا نص؟ ضعف يا مستر، دي قد دي مرتين، يبقى الإجابة ضعف يا شباب. النسبة بين السرعة النهائية والسرعة الابتدائية لجسم يتحرك بعجلة موجبة. عجلة إيه يا شباب؟ موجبة. عجلة موجبة يا شباب يعني عندي إن عين 2 أكبر من عين 1، وبيقول لي السرعة النهائية السرعة الابتدائية العجلة موجبة، والعجلة الموجبة قلنا إن عين 2 أكبر من عين 1، يعني عين النهائية أكبر من عين الابتدائية. يبقى هنا يا شباب قال لي لو قسمت أو عملت نسبة فأكيد عين 2 هتبقى أكبر من الواحد، أكبر من الواحد. طب يا شباب لو قال لي عجلة سالبة، لو قال لي عجلة سالبة يا شباب في الحالة دي هقول له إن عين 1 أكبر من عين 2، ففي الحالة دي تبقى أقل من الواحد، أقل إيه من الواحد. سؤال 3، عندما يستغرق جسم متحرك زمنا قدره 2 ثانية ليصل مقدار سرعته النهائية 5 أمثال مقدار سرعة الابتدائية، يكون مقدار عجلة حركته يساوي مقدار سرعة الابتدائية. بص يا شباب هنا في السؤال داتي بيقول لي جسم بيتحرك بياخد أصل 2 ثانية ليصل مقدار سرعته النهائية 5 أمثال سرعة الابتدائية. يا مستر يعني سرعته النهائية لو افترضنا ان السرعة النهائية ب5 هتكون ان الابتدائية بكام؟ اقول لك يا مستر هتبقى ب1. مش انا بقول لك ان النهائية 5 امثال الابتدائية، ومعنى 5 امثال يا شباب مش قد يعني مش هجمع 5، لا انا هضرب في 5 يعني هقدها 5 مرات. تمام. طب انا قلت كده ان عين 2 ب5 وعين 1 ب1، ويعطيني الزمن بكام؟ ب2، بقول له ج هتساوي عين 2 ناقص عين 1 على زي هيساوي 5 ناقص 1 على 2. 5 ناقص 1 4، 4 على 2 ب2، كده العجلة طلعت بكام يا شباب؟ ب2. طب والسرعة الابتدائية بكام؟ ب1، يبقى العجلة ضعف السرعة الابتدائية، العجلة ضعف السرعة الابتدائية. طب يا مستر واحد يقول لي يا مستر أنا مش هقول 5، أنا هختار رقم تاني. أقول له اختار الرقم اللي يعجبك اختار. قال لي يا مستر لو افترضنا إن السرعة الابتدائية ب5، الابتدائية بكام؟ ب5. أنت يا مستر بتقول لي انت اخترت رقم سهل، دي 1 ودي 5، اقول لك ماشي. انت قلت ان السرعة الابتدائية هاخدها ب5، انا قلت لك 5 امثال يعني هضرب في 5، يبقى 5 في 5 25، يبقى السرعة النهائية ب25. يبقى اقول له ج هتساوي عين 2 ناقص عين 1 على زي عين 2 25 يا مستر ناقص 5 على 2، 25 ناقص 5 20، 20 على 2 ب10، مش ال10 قد ال5 مرتين، يبقى العجلة طلعت ب10 والسرعة الابتدائية ب5، يبقى برضه ضعفها يا مستر، ضعف. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. نكمل.
بيقول لي يقطع سباح حمام سباحة طوله 90 متر ذهابا وإيابا، يعني رايح جاي، في دقيقة واحدة، فإن السرعة المتوسطة لهذا السباح تساوي. احنا قلنا يا شباب السرعة المتوسطة تساوي اللي هي عين ده، السرعة المتوسطة بتساوي ايه يا شباب؟ المسافة الكلية على الزمن الكلي. مسافة كلية على زمن كلي. مسافة كلية يا مستر قال لي رايح جاي، يبقى 90 زائد 90، 90 زائد 90 على دقيقة يا مستر. لا ده هنا اعطيني المسافة بالمتر واعطيني هنا الزمن بالدقيقة، فانا يا مستر انا هحول من دقيقة لثانية، هضرب يا مستر من كبير لصغير اضرب في 60، يبقى دقيقة واحد دقيقة اضربها في 60 تديني 60 ثانية. 60 ثانية. اقول له 90 زائد 90 180 على 60 هتطلع ب3 متر كل ثانية. 3 متر كل ثانية. 3 متر كل ثانية. 5 و5 ده يا شباب معظمكم او اغلبكم او مفيش الا واحد بس او اتنين اللي حلوا صح والباقي حل السؤال غلط. السرعة الفعلية للسيارة تبدو سرعتها 50 كيلومتر كل ساعة بالنسبة لمراقب يتحرك عكس اتجاهها بسرعة 30 كيلومتر كل ساعة تساوي كام كيلو متر كل ساعة؟ يا شباب بيقول لي السرعة الفعلية وبيقول لي عكس الاتجاه. يا شباب احنا قلنا ان الفعلية عكس النسبية. لو قال لي احسب النسبية في عكس الاتجاه بجمع، انما انا قلت لك ان الفعلية بعكس القوانين، فالفعلية عكس النسبية، فهنا الفعلية عايز عكس الاتجاه. يبقى يا شباب احنا كنا بنعمل ايه في النسبية في عكس الاتجاه؟ كنت بجمع، يبقى الفعلية في عكس الاتجاه هطرح. مش انا يا شباب قلت لك ان الفعلية عكس النسبية؟ يبقى هطرح، هبقى اقول له 50 ناقص 30 هيساوي 20 كيلومتر كل ساعة. يكون الجسم متحرك بسرعة منتظمة عندما أقول له يا شباب سرعة منتظمة، أقول له عندما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. طب هنا هدور على مسافات متساوية في أزمنة متساوية، في هنا مسافات متساوية في أزمنة متساوية، مسافات متساوية في أزمنة غير متساوية. غلط يا مصر. عجلة ثابتة، مفيش حاجة اسمها عجلة ثابتة يا شباب. عجلة ثابتة، ما العجلة يا شباب أول ما أسمع كلمة عجلة يعني في تغير. يتحرك بعجلة موجبة؟ لا يا شباب. يتحرك بعجلة تساوي صفر؟ أيوة يا شباب. مش أنا قلت لك أي سرعة منتظمة عجلتها تساوي صفر؟ يبقى أي سرعة منتظمة عجلتها تساوي صفر، يبقى يتحرك بعجلة تساوي صفر. تمام. واللي مش فاهم برضه يا شباب يبعت لي. قارن بين، يعني عايز وصف حركة الجسم، مسافة وزمن يا شباب، مسافة وزمن. واللي ما اتفرجش على الفيديو ده يا شباب اللي هو العلاقات، هنجمع لك العلاقات كلها يا شباب في فيديو واحد، خش اتفرج عليها. العلاقات يا شباب قارن بين كل العلاقات جمعتها لك في فيديو واحد 9 دقايق، هتخش تتفرج عليها. والسؤال ده اساسي في الامتحان، هيجي لك في الامتحان رسمه يقول لك اوصف حركتها، يقول لك الجسم ده بيتحرك بسرعه منتظمه ولا الجسم ساكن ولا الجسم بيتحرك بعجله موجبه. خش اتفرج عليها يا شباب هيجي لك في الامتحان. فهنا بيقول لي قارن حركه الجسم. هنا يا شباب اول حاجه انا قلت لازم ابص انا برسم مين مع مين. اول حاجه مسافه مع زمن، ايوه يا مصر، عشان هنا لما لو جبت هنا الميل هيطلع بسرعه. فهنا يا شباب، هنا يا شباب لا، وانا بطلع فوق من هنا شايفين، والمسافة هنا ثابتة. شايفين يا شباب المسافة ايه؟ ثابتة. المسافة ما بتتغيرش يا مستر، يبقى الجسم ساكن. الجسم ايه؟ ساكن. المسافة ما بتتغيرش يبقى الجسم ساكن. طب خش على التاني، مسافة وزمن يا مستر، مسافة وزمن وطالعة من نقطة الأصل. المسافة يا مستر عمالة تزيد، الزمن يزيد المسافة تزيد، الزمن يزيد المسافة تزيد، والعلاقة بالمسافة وزمن زي ما قلنا. يبقى دي يا مستر سرعة منتظمة. التمثيل البياني للسرعة المنتظمة بتمثل هنا بخط مائل يمر بنقطة الأصل. خط مائل يمر بنقطة الأصل ومسافة وزمن، يبقى دي سرعة منتظمة. سرعة منتظمة. طب لو قال لي العجلة أي سرعة منتظمة عجلتها تساوي صفر، يبقى العجلة هنا يا مستر بصفر. طب خش على الرسمة التالتة. قال لي يا مستر انا بص هشوف انا برسم مين مع مين، العلاقة بين السرعة والزمن. وانا بطلع يا مستر كده لقيت ان السرعة ثابتة. سرعة ايه؟ ثابتة لا تتغير بمرور الزمن. يبقى السرعة هنا سرعة منتظمة برضه يا مستر، لان السرعة ثابتة. لو كانت 20 هتبقى هنا
في 10 تبقى 20. لو كانت هنا الزمن 20 كانت برضو السرعة تبقى 20. الزمن 30 كانت السرعة 20. يعني السرعة ثابتة، سرعة منتظمة. طب العجلة يا مستر؟ قال لي أي سرعة منتظمة عجلتها تساوي صفر. تمام يا شباب. نخش على السؤال التالي. بيقول لي سيارة تتحرك بسرعة 80 متر كل ثانية، استخدم السائق الفرامل لتقليل السرعة فتناقصت، حط خط تحت كلمة تناقصت سرعتها بمعدل 2 متر كل ثانية. تربية. أول يا شباب اللي حضر معايا شرح الدرس العجلة وأنا بحل لك أفكار المسائل أو بقول لك أفكار المسائل، قلت لك أول ما تسمع كلمة تناقصت سرعتها بمعدل ادي العجلة إشارة سالب. يبقى يا شباب أول ما اسمع كلمة تناقصت سرعتها بمعدل ادي العجلة إشارة سالب. يبقى هنا العجلة يا شباب سالب 2 مش 2. اللي هيحل العجلة ويعوض عن العجلة باتنين بالموجب المسألة كلها تطلع غلط. يبقى أول ما اسمع كلمة تناقصت سرعتها بمعدل أدي العجلة إيه؟ إشارة سالب. يبقى هنا يا شباب العجلة عندي ج بسالب 2 متر كل ثانية تربيع. متر كل ثانية تربيع. طب يا شباب هو بيقول لي تتحرك 80 متر كل ثانية وعطيني الزمن ب 12 ثانية، عايز يحسب السرعة ما قاليش احسب العجلة، ما هو عطيني العجلة يا مصطفى، فأنا هنا هحسب له عين 2. وقلنا برضو في الأفكار يا شباب إن عين 2 بيساوي، اللي حضر معايا الأفكار احنا قلنا عين 2 جت ازاي؟ قلنا عين 2 بيساوي ج في زين زائد عين 1. ج في زين زائد عين 1. طب الجيم بكام يا شباب؟ الجيم يا مستر بسالب 2 في الزمن. الزمن 12. يبقى الزمن كام يا شباب؟ الزمن 12 يا مستر في زائد عين 1. عين 1 يا مستر ب80. دخلهم كلهم على الآلة هتطلع لك الإجابة 56 متر كل ثانية. يبقى تطلع لك الإجابة كام يا شباب؟ 56 متر كل ثانية. يبقى هنا تعين 2 هيساوي 56 متر كل ثانية. 56 متر كل ثانية. كده خلصت يا شباب. يبقى المشكلة كلها في كلمة تناقص. يتحرك قطاران على شريطين. السؤال الثاني يتحرك قطاران على شريطين متوازيين في اتجاهين متضادين. اتجاهين متضادين يعني عكس بعض، واحد كده يا شباب وواحد كده. فإذا كانت سرعة القطار الأول 60 وسرعة القطار الثاني 90 احسب سرعة القطار الأول كما يلاحظها ركاب القطار الثاني. السرعة النسبية في عكس الاتجاه بجمع، يبقى 60 زائد 90. يبقى السرعة النسبية الفعلية زائد المراقب 60 زائد 90 هتساوي 150 كيلومتر كل ساعة. يا شباب هنا الناس اللي محولين الوحدات، انا ما حولت الوحدات ليه؟ هنا كيلومتر كل ساعة وهنا كيلومتر كل ساعة، ما هي طالما الوحدات متشابهة ما حولش. السؤال الثالث بيقول لي تحركت سيارة بسرعة منتظمة 72 كيلومتر كل ساعة، وعندما ضغط السائق على الفرامل توقفت بعد 10 ثانية. احسب مقدار العجلة. احسب مقدار العجلة. يا شباب بيقول لي السيارة تحركت بسرعة منتظمة 72 كيلومتر كل ساعة. يا شباب الناس اللي هتقول لي ان يا مستر سرعة منتظمة يعني العجلة بصفر، اقول لك ماشي يا شباب، بس هو هنا بيقول لي ضغط السائق على الفرامل، يعني العجلة الجسم اكتسب عجلة ايه؟ سالب. عجلة منتظمة سالب، كان ماشي بسرعة منتظمة بس ضغط على الفرامل يعني اكتسب سرعة ايه؟ سالبة. يعني اكتسب سرعة ايه يا شباب؟ يعني عين 2 هنا بصفر، عين 2 بصفر، وعين 1 ب 72 كيلومتر كل ساعة. بس خلي بالك يا شباب عاطيني الزمن بالثانية، فانا هحول 72 كيلومتر كل ساعة هحولها لمتر كل ثانية، او هحول من ثانية لساعة، بس الافضل ان انا احول وحدة ايه؟ السرعة. فاقول له 72 في 5 على 18 هتطلع ب20 متر كل ثانية. احسب بقى العجلة يا مستر. ج هيساوي عين 2 ناقص عين 1. عين 2 ناقص عين 1 على زين.
يعني 2 يا مستر صفر ناقص 20 على الزمن عطوني ب10، يبقى تطلع -20 على 10 فتطلع لي ب2 متر كل ثانية تربيع. تمام يا شباب. طب نوعها يا شباب ده طلعت لي بالسالب، عجلة منتظمة سالبة منتظمة أو تناقصية سالبة. آخر سؤال معانا يا شباب بيقول لي سيارة تتحرك بسرعة 180 كم كل ساعة، فما الزمن الذي تستغرقه لقطع مسافة 200 متر؟ يا شباب احنا قلنا هنا سيارة تتحرك بسرعة 180 كم كل ساعة وأعطيني مسافة بالمتر، فأنا هحول يا شباب، أنا هحول دي يا مستر، هحول هنا السرعة هحولها متر كل ثانية، يبقى أقول له 180 في، انت قلت لي يا مستر من كبير لصغير، الكبير مفتري، الكبير يضرب الصغير، 180 في 5 على 18. أظن بقى المفروض محدش يغلط في أسئلة التحويل تاني، ونزلت لك برضو بشرح لك طريقة التحويل في فيديو يعني 3 دقايق أو 6 دقايق تقريبا، هتسمع التحويلات مش هتغلط فيها تاني. يبقى 180 في 5 على 18 هتطلع لك ب50 متر، 50 متر. هو عايز مين يحسب مين؟ عايز يحسب الزمن، يبقى الزمن هيساوي مسافة على دي 50 متر كل ثانية يا شباب، الزمن هيساوي مسافة على سرعة، مسافة على السرعة. المسافة بكام يا شباب؟ 200 على السرعة اللي هي عين ب50، الصفر مع الصفر 20 على 5 فيها 4 ثانية، يبقى الزمن كام؟ 4 ثانية. اللي مش فاهم أي حاجة في الامتحان يا شباب يبعت لي إن شاء الله أقدر أساعدكم في أي حاجة أنتوا عاوزينها، ابعت لي في أي وقت يا شباب على الرقم الواتساب يا شباب، وانتوا معانا كلكم في الجروب إن شاء الله، فاللي محتاج حاجة يكلمني يا شباب. وإن شاء الله شدوا حيلكم، إحنا هنخلص الوحدة الثالثة وهنراجع نعمل مراجعة شاملة على الوحدة، قصدي هنخلص الدرس الثالث، معلش يا شباب، هنخلص الدرس الثالث اللي هو في الوحدة الأولى، وهنعمل مراجعة شاملة على الوحدة الأولى كلها، هنشرح شرح تاني للوحدة الأولى كلها، وهنحل على الوحدة الأولى كلها، وهجمع لكم أسئلة يا شباب، أهم الأسئلة اللي جت في الامتحانات على الوحدة الأولى كلها، وهنحلها مع بعض إن شاء الله. مش هنسيب حاجة في الوحدة الأولى إلا لما نقفلها. وشكرا يا شباب.